يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم وصفة من الوصفات اليمنية المعروفة اللي هي الباخمري أو الكعك مثل ما تسمى. هذه الوصفة تقدم مع الشاي العدني أو فيكم تقدموها مع الشاي العادي، ونشوف طريقتها مع بعض. وصفة مرة سهلة وسريعة ولذيذة وما تاخذ معنا وقت أبدا. نشوف طريقتها مع بعض. عندي هنا دقيق وملح، وحطيت عليه السكر ورشة خفيفة من الهيل ورشة خفيفة من الحبة السوداء والبيكنج باودر والخميرة، وحطيت عليهم شوية فانيليا، وحطيت عليهم ملعقة من الزيت. وافرك كل المكونات مع الزيت. هذه الحركة تخلي الباخمري ما يشرب الزيت وقت القلي. حطيت عندي كمية الموية اللي أبغاها وبدأت أعجن العجينة. العجينة تكون معنا هذه نتيجتها تكون متماسكة وما تكون مثل الفطاير، تكون أقسم من الفطاير وتكون ناشفة شوية. كل ما زادت مدة العجن كل ما أعطتني نتيجة حلوة. طبعا بعد كده ريحت العجينة وتركتها لمدة نصف ساعة ترتاح، وبعد كده بدأت أكورهم بالحجم هذا، وبدأت أخذ أول كورة وبدأت أشكلها بالشكل هذا. فيكم تشكلوها دوائر أو الأشكال اللي أنتم تفضلوها. أنا أحب أسويها بالطريقة هذه، دوائر صغيرة، وبعدين أشكلها على شكل ربع دائرة وتكون معنا جاهزة. وأخلص الكمية اللي معايا كلها وأتركها على جنب وأتركها كمان ترتاح، وهذه السماكة المطلوبة. هنا عندي نبدأ نقلي الباخمري. عندي الزيت يكون مغمور وفي نفس الوقت يكون عندي حار، وابدأ أسقط عندي حبات الباخمري اللي مديتها أول وحدة، وبعدين أسقيها بالزيت. ضروري إني أسقيها بالزيت. شوف معنا تنتفخ على طول. إذا كان الزيت عندي حار والعجينة تكون متماسكة وناشفة تنتفخ على طول معنا بالشكل هذا. وابدأ أقلبها، مجرد ما تنتفخ أبدأ أقلبها على الجهة الثانية لغاية ما تاخذ اللون اللي أنا أبغاه، وبكذا يكون عندي الباخمري جاهز. طبعا الكمية اللي أنا سويتها كمية جدا قليلة، وراح أكتب لكم إياها، وأنتم إذا حابين تسووا كميات أكبر فيكم تضاعفون المقادير. الباخمري صار عندي جاهز، بس أبغى أوريكم من داخل كيف تكون شكلها. بس مجرد ما أفتحها تكون عندي مجوفة، ما تكون غرقانة عجينة. ما تكون تاكلون باخمري وكأنكم تاكلون عجين، تكون مجوفة بالشكل هذا، وفي نفس الوقت تكون ناشفة، وفي نفس الوقت تكون طرية ولذيذة. وهني وعافية علينا وعليكم يا رب.